العربية اللي معانا النهاردة هي JEC امباو، أسرع عربية سيدان في مصر بتقدم موتور تحت ال 2000 سي سي. والنهاردة أنا جاي أقول لك على أهم 5 أسباب هيخلوك تشتري العربية دي. موتور 1500 سي سي تربو بيولد 170 هورس باور و270 نيوتن متر، بتوصل بفتيس دي سي تي 7 سرعات، والعربيه بتقدر تستهلك بالمنظومه دي بنزين 7 وشويه لتر، وده رقم ممتاز. العربيه كمان لو استخدمتها على السبورت بلس وطلعت اقصى اداء، فاقصى استهلاك بنزين هتقدر توصل له هو 9 لتر من البنزين لكل 100 كيلو، ودي ارقام ممتازه. اللي بيميز العربيه اكتر هو السبورت اكزوست او الفويس اكزوست، صوت العربيه وصوت الشكمان بتاع العربيه. في الحقيقه دي من العربيات القليله جدا اللي بمشي بيها في الشارع وانا قافل اي مزيكا وقافل اي كاسيت انا مشغله وقافل الشاشه وقافل كل حاجه، انا بس مشغل صوت الشكمان وقاعد بستمتع بالصوت. زي ما قلت لك العربيه فيها 4 انظمه لانماط القياده. الدرايف مود بتاع السبورت بلس ده بيخلي العربيه تتحول، بيخلي العربيه بتجيب من 0 ل 100 في اقل من 7 ثواني، بيخلي العربيه دي طلقه. ده غير ان هو بيفعل معاك نظام الدي بي اي اس بي، النظام اللي بيتحكم في الستيرنج ويل، ازاي العربيه دي الطاره بتاعتها بتنشف وتجمد عن انماط القياده العاديه اللي بتبقى فيها الطاره سهله وبسيطه. تاني حاجه عايز اكلمك عنها هي التصميم. تصميم العربيه دي جاذب للانظار، انا طول ما انا ماشي في الشارع الناس عماله تبص عليا، الناس مستغربه. العربيه دي تصميمها مميز، خصوصا الفئه العاليه اللي معانا النهارده اللي بتتمتع بباكج الاس ستايل، الحاجات الصفراء اللي قدامنا وتصميم العربيه ككل والكاليبرز اللي باللون الاصفر ومقاس الجنوط المحترم اللي دي من العربيات الصينيه القليله اللي مقاس الجنط يبقى لايق عليها. ده غير الانتيريور بتاع العربيه. الحاجه الثالثه اللي عايز اكلمك عنها ان طالما خدت عربيه هنزل اجري بيها وهنزل اكسر الدنيا، يبقى لازم يكون في امان كويس. العربيه دي مليانه بوسائل الامان وعايزك بقى تركز معايا في النقطه دي. مبدئيا العربيه فيها 6 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي، فدول كده انظمه الامان اللي ممكن تلاقيها في اي عربيه، بس اللي هكلمك عنه ده من الصعب ان انت تلاقيه في الفئه دي. العربيه فيها انظمه تساعدك ان انت تتحرك بالوحش ده على الطريق. العربيه فيها نظام زي الترافيك جام ليست، وده النظام بيخلي العربيه في الزحمه تقدر ان هي تتتبع العربيه اللي قدامها. العربيه اللي قدامها لو وقفت هي بتقف، العربيه اللي قدامها لو مشيت هي بتمشي وراها، انت مش محتاج تعمل اي حاجه في الزحمه. كمان العربيه فيها ادابتيف كروز كنترول، مثبت سرعه ذكي بيقدر يتكيف برضه مع العربيات اللي قدامه على الطريق. وفيها ادابتيف لين كيب اسيست، العربيه مش بس بتحذرك من الحاره المروريه، دي كمان بترجعك للحاره مكانها بنفسها من غير ما انت تتعب نفسك. العربيه كمان فيها نظام التحذير من التصادم الامامي. العربيه لو حست بخطر قدامها وحست ان انت خلاص قربت تخبطها بتحذرك قدامك على الشاشه، ولو انت ما استجبتش للتحذير فالعربيه بتدخلنا على النظام اللي بعده اللي هو نظام الهيدروليك بريك اسيست، نظام مساعد الفرامل. العربيه بتدوس فرامل وتتدخل في الفرامل، ولو انت كمان دوست فرامل وما عرفتش تقف فالعربيه بتزود الدوسه من نفسها عشان تاخد اقصى اداء من الفرامل. العربيه كمان فيها تاير بريشر مونيتور، وده ممكن نكون شفناه في عربيات كتير، نظام مراقبه ضغط الاطارات. بس اللي ما شفتوش في عربيات كتير ان العربيه دي بتقدر تقيس درجه حراره كل كاوتش لوحده، ودرجه الحراره بتظهر لك قدامك على الشاشه. العربيه كمان فيها نظام اسمه الترافيك ساين ريكوجنيشن، وده نظام التعرف على علامات الطريق وخصوصا السرعات. العربيه فيها كاميرا اماميه هنا على الازاز بتقدر تشوف سرعات الطريق عامله ازاي، وبتقدر تقرا السرعات دي وتعرضها لك قدامك على العداد. واخيرا العربيه فيها نظام الهاي بيم اسيست، النظام اللي بيشوف دايما العربيه وهي ماشيه بالليل محتاجه الاضاءه عامله ازاي. العربيه لو مفيش قدامها اي عربيات ولا اي حاجه بتفضل الاضاءه شغاله على اعلى مستوى ليها، ولكن العربيه لو شافت قدامها بعد كده اي عربيات بتوطي الاضاءه من نفسها تلقائي بدون تدخل منك. رابع حاجه عايز اعرفك عليها هي ان العربيه دي بتقدم شويه اوبشن وتجهيزات لذيذه، زي ان الشنطه لو انت وقفت ورا وشايل اكياس بايدك الشنطه بتفتح اوتوماتيك لوحدها. العربيه نفسها مجرد ما انت بتقرب ليها فهي بتفتح اصلا لوحدها بدون ما تطلع المفتاح من جيبك. العربيه فيها سنسور لوك، اول ما بتقرب هي بتفتح واول ما بتبعد عنها هي بتقفل. مش بس هي اللي بتقفل، انت لو ناسي فتحه السقف او ناسي ازاز مفتوح العربيه بتقفل من نفسها الازاز ده وانت ماشي. ده غير ان فتح الازاز وقفله تقدر تتحكم منه برده من الشاشه. العربيه فيها شاشه 10.25 بوصه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وفيها تسخين في الكراسي الاماميه، وكرسي السائق كهرباء بيتحرك ل6 اتجاهات. والانتيريور العربيه رياضي جدا وشكله جذاب جدا، ومفيش اتنين
قدروا يختلفوا عليه. الحاجه الخامسه اللي عايز اكلمك عليها هي تجربه القياده. العربيه دي بتقدم اداء هايل، ثبات ممتاز، وثبات ممتاز اكتر على المناورات. العربيه بتاخد مناورات بمنتهى السهوله، انت ما بتحسش باي حاجه. العربيه كمان التوجيه بتاعها فوق الممتاز، ومن المستحيل ان انت تلاقي عربيه في الفئه دي بتقدم التوجيه ده. العربيه كمان بتقدر توصل لسرعات عاليه جدا بدون ما تبذل انت اي مجهود. العربيه بتوصل لفوق ال 200 كيلو متر وانت مش حاسس، عادي جدا بالنسبه لك. JNC Empow بتيجي ب6 الوان خارجيه و3 الوان داخليه. تقدر تختار الفرش الداخلي ده ميكس ما بين الاسود والاصفر او الاسود والاحمر او الاسود بس. والعربيه بتتقدم ب3 فئات، اسعارهم بتبتدي من 1,165,000، 1,315,000، 1,425,000. دي اسعار صعب عربيه زيها تقدم الاسعار دي. انت كمان تقدر تجرب العربيه دي مع JNC وتكلمهم وتحجز تجربه قياده. العربيه دي من الصعب ان انت تحكم عليها لما تتفرج على فيديو او لما تشوف راي حد. العربيه دي انت لازم تجربها بنفسك.